لسوريا وللمنطقة بأسرها. السيدات والسادة، إن الإنجاز السوري الفريد والتكاتف الشعبي الحاصل دفع بأطراف لمحاولة إثارة النعرات الطائفية والاقتتالات البينية سعياً لمشاريع التقسيم وتمزيق البلاد من جديد، غير أن الشعب السوري كان يملك من الوعي ما يمنعه من استمرار حصول الكوارث والعودة بسوريا إلى مربعه الأول. فعملت الدولة السورية على تشكيل لجان لتقصي الحقائق، ومنحت الأمم المتحدة الإذن بالتقصي كذلك، وخلصت إلى نتائج متماثلة بشفافية غير معهودة في سوريا. وأنني أتعهد بتقديم كل من تلطخت يداه بدماء الأبرياء إلى العدالة. وفي ذات السياق، لم تهدأ التهديدات الإسرائيلية ضد بلادنا منذ 8 ديسمبر وإلى اليوم، وأن السياسات الإسرائيلية تعمل بشكل يخالف الموقف الدولي الداعم لسوريا وشعبها في محاولة لاستغلال المرحلة الانتقالية، مما يعرض المنطقة إلى الدخول بدوامة صراعات جديدة لا يعلم أحد أين تنتهي. وإزاء ذلك تستخدم سوريا الحوار والدبلوماسية لتجاوز هذه الأزمة، وتتعهد بالتزامها باتفاق فض الاشتباك لعام 1974، وتدعو المجتمع الدولي للوقوف إلى جانبها في مواجهة هذه المخاطر واحترام سيادة وحدة الأراضي السورية. السيدات والسادة، إننا من لحظة سقوط النظام السابق وضعنا سياسة واضحة الأهداف، حيث أنها تقوم على عدة ركائز: الدبلوماسية المتوازنة والاستقرار الأمني والتنمية الاقتصادية. فقد عملنا على ملء فراغ السلطة، ودعونا إلى حوار وطني جامع، وأعلنا عن حكومة ذات كفاءات، وعززنا مبدأ التشارك، وقمنا بتأسيس هيئة وطنية للعدالة الانتقالية، وأخرى للمفقودين إنصافاً وعدلاً لمن ظلم. وها نحن ماضون في انتخابات ممثلي الشعب في المجلس التشريعي، وأعدنا هيكلة المؤسسات المدنية والعسكرية عبر حل جميع التشكيلات السابقة تحت مبدأ حصر السلاح بيد الدولة. وبنشاط دبلوماسي مكثف استعادت سوريا علاقاتها الدولية، وأنشأت شراكات إقليمية وعالمية، وتوجهت برفع معظم العقوبات تدريجياً عن سوريا، ونطالب برفعها بشكل كامل حتى لا تكون أداة لتكبيل الشعب السوري ومصادرة حريته من جديد. لقد عدلت قوانين الاستثمار، وبدأت كبرى الشركات الإقليمية والدولية بالدخول إلى السوق السورية والمساهمة من خلال الاستثمار إلى إعادة الإعمار. إن سوريا اليوم تعيد بناء نفسها من خلال التأسيس لدولة جديدة عبر بناء المؤسسات والقوانين الناظمة التي تكفل حقوق الجميع دون استثناء. فإن سوريا بلد صاحب حضارة وثقافة تاريخية يليق بها أن تكون دولة القانون الذي يحمي الجميع ويصون الحقوق ويضمن الحريات، وتزدهر في ظله الحياة، وتطوى فيه صفحة الماضي